جعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى اليتيم علاجا لقسوة القلب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على رعاية مشاعر الأيتام وإدخال السرور عليهم، كما بشر من أحسن إلى اليتيم ولو بمسح رأسه ابتغاء وجه الله بالأجر والثواب الكبير. الكاتب الاجتماعي ومختص في تطوير الذات الأستاذ عبد الرحمن تواتي اقترب من بعض الأيتام وحاول معرفة طريقة التعامل التي تسعدهم. اليتيم ليس كباقي الأطفال، لأن سيكولوجية اليتيم تختلف عن سيكولوجية أي طفل عادي. لماذا؟ لأنه يتحسس من أي ملاحظة أو توبيخ أمام الآخرين أو منحه لباسا أو طعاما أمام الناس، فبالتالي لابد من الناس أيضا مراعاة هذه سيكولوجية وأيضا نفسية اليتيم. فمن خلال التعامل مع فئة الأيتام تحصلت على بعض النتائج التي تعود بالسلب على نفسيتهم، خاصة في الأعياد والمناسبات والدخول الاجتماعي. منهم من قال لي والدموع في عينيه: لا أريد أن أكون ثقيلا في المجتمع. ومنهم من قال: لا أريد أن يناديني باسم اليتيم فلدي اسم. وهناك من قال منهم: لا أريد أن يروني الجميع أنني مسكين. هناك من قال أيضا: لا أحب من يعطيني ملابس العيد وأدوات المدرسية أو أي شيء مثل هذا أمام الكاميرات وأخذ صورة معي ووضعها في مواقع التواصل الاجتماعي وعيون الجميع تراني وأنا في قلبي أبكي. جميع مشكور المجهودات المبذولة لإسعادهم، لكن يجب في نفس الوقت أن نضع أنفسنا مكان هذا اليتيم لكي نشعر ما يشعر به، وهذا ليس سهلا أعلم. فبعض الأبحاث المتواصلة والتعامل معهم توصلت إلى فكرة لعلها تكون سببا في سعادة الأيتام ولا تسبب لهم إحراجا أمام الناس وللحفاظ على نفسيتهم وكرامتهم. يدلوا مثلا مسابقة علمية أو رياضية أو فكرية، زعما يطرح سؤال على كشي هكذا يتيم، كان يطرح لكم مثلا 3 أسئلة اللي يجاوب عليهم في الورقة راح يربح مثلا كاينه هدية. الطفل هذاك يربح تعطي له هذاك الوصل تاع بطاقة النجاح، يشري بها مثلا من محل تجاري متعاقدين معه ولا حاجة، يشري بها الأدوات. وش يحس؟ هذا يشعره أنه نجح ولم يتصدقوا عليه. والله أني أراها فكرة جميلة. وعن فن التعامل مع اليتيم يقول الكاتب الاجتماعي ومختص في تطوير الذات الأستاذ عبد الرحمن تواتي: من خلال الآثار التي قال عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في فن التعامل مع اليتيم: إن الله يجازي العبد أو الإنسان الذي يتعامل بإحسان ويساعد الأيتام. وأيضا فهذا كله داخل في جبر خواطر، لأن جبر خواطر اليتيم وجبر خواطر بصفة عامة هو من أجل العبادات عند الله. من جبر خواطر الناس جبر الله خاطره ولو كان في جوف المخاطر. هي صفة يتميز بها المؤمن وتخلق بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إن الله من رحمته الواسعة يسعد قلب كل من يحسن، ومن يحسن وكأنه هو من أحسن إليه. يجازيك الله على خير فعلته ونفعت به الناس وصدقة أسعدت بها يتيما أو فقيرا، وعلى سلامة قلبك وصفاء نيتك وحب الخير لغيرك. فاعلم أن الله بهذا العمل أنك تكون كافل اليتيم سيسخر لك الله من رحمته الأحداث والمواقف لكي تخدمك من حيث لا تدري، وسترى العجب، لأن الله رحمن رحيم وأن الله يحب المحسنين.